السلام عليكم. المنتخب المغربي يقفز رتبة واحدة في ترتيب الفيفا بعدما كنا في الرتبة 13، اليوم في الرتبة 12. مبروك للكرة المغربية بهذا الترتيب الجيد، بهذا الترتيب الممتاز للكرة المغربية. ثم إبراهيم دياز وهو النقطة الأبرز. كل الصحف المغربية والإسبانية تتحدث عن هذا اللاعب بخلاف الصحف العالمية، لكن هناك معركة تخاض بين الاتحاد الإسباني والاتحاد المغربي. من سيظفر بهذا الموهبة؟ من سيظفر بهذا الموهوب وبهذا الفنان؟ لاعب مبدع، لاعب يتألق في كل دقيقة يلعبها مع ريال مدريد. بعدما كان اللاعب لا يلعب أساسيا، كان مهمشا، لم تكن هناك أي رغبة من قبل إسبانيا، من قبل المنتخب الإسباني. لكن اليوم بعد إصابة الكثير من اللاعبين في صفوف ريال مدريد، اللاعب أعطيت له فرصة كاملة وأثبت جدارته واستحقاقه في اللعب بقميص ريال مدريد، والأهداف التاريخية والإعجازية التي يسجلها وآخرها هدف أمام لايبزيغ في دوري الأبطال. فمن حق الاتحاد المغربي أن يقاتل من أجل هذه الموهبة. أفضل بديل لحكيم زياش هو هذا اللاعب، وخاصة أن هذا اللاعب لا يلعب في مركز الجناح الأيمن فقط، بل يلعب في كل مراكز الهجوم، جناح أيمن، جناح أيسر، 10 صانع ألعاب، 10 مهاجم ثاني. هذه لا تجدها في كل اللاعبين. لاعب موهوب، لاعب فنان، لاعب يسجل الأهداف. لذلك نتمنى من وليد الركراكي أن يحسم هذه الصفقة، لأن وليد الركراكي سيقوم بجولة لأوروبا، وأول نقطة هو إبراهيم دياز. ستكون هناك جلسة مع إبراهيم دياز من أجل الحسم في اختيار المنتخب الذي سيلعب إليه. وهناك كلام في الصحف الإسبانية والكثير أن قائمة إسبانيا في شهر مارس ستكون من ضمنها إبراهيم دياز، يعني سيكون في لائحة إسبانيا في شهر مارس. لكن نحن نعرف أن اللاعب كان ينتظر إسبانيا منذ زمان. لو كان يريد المغرب لاختار المغرب قبل هذه السنوات، لكن نحن لا نعرف، ربما يختار المغرب، ربما يختار إسبانيا. لذلك الخيار لدى إبراهيم دياز. ثم هناك لاعب في البرتغال يلعب في البرتغال في اسم لا أعرف ماذا الفريق الذي يلعبه، اسمه رفيق طيفان. هناك صحف جزائرية قالت أن اللاعب فضل الجزائر على المغرب على طريقة بن ناصر. طريقة بن ناصر لم يترك المغرب، بن ناصر لم يسمح في المغرب، بل المغرب هي من تركت بن ناصر، لأن بن ناصر كان يريد أن يلعب مع المنتخب الأول، والاتحاد المغربي أخبر اللاعب أنه لا يوجد له مكان في المنتخب الأول إذا أراد المغرب أن يلعب للفريق الأولمبي، لأن في المنتخب الأول كان يوجد هناك الكثير من اللاعبين في مركزه ولن يستطيع أن يأخذ مركز أساسي في المنتخب الأول. كان هناك بالهندة، كان هناك الأحمدي، لا يستطيع أن يأخذ مكان هؤلاء أبدا. لذلك اللاعب فضل أن يذهب للجزائر لأنهم كانوا يريدون هذا المركز، وليس اللاعب ترك المغرب، لا، المغرب هي من تركت اللاعب أن يذهب إلى الجزائر. أما هذا اللاعب الذي تتحدثون عنه أنه فضل الجزائر، فأين سيلعب في المغرب؟ ليس له مكان في المغرب. لاعب يلعب في دوري مغمور، بل في فريق مغمور، وتتباهون أنه فضل الجزائر، فمرحبا به في الجزائر. نزيدوكم، احنا كنتقاتلوا على إبراهيم دياز يلعب في ريال مدريد وليس في الدوري البرتغالي في فريق ربما الأخير أو في الدرجة الثانية ولا أعرف. وفوق هذا أن سن اللاعب يفوق 27 سنة. ثم هناك لاعب آخر وهو أدام أزنو، الذي خرجت الكثير من الصحف أن اللاعب سيفضل إسبانيا، أن لاعب بايرن ميونخ مدافع الأيسر أدام أزنو، هناك الكثير من الكلام أنه سيفضل إسبانيا، وأن اللاعب غير رأيه بحمل القميص المنتخب الوطني بعد أن تركه مدرب الغبي شيبا ولم يأخذه معه لكأس العالم للشباب. اللاعب غير رأيه بتفضيل إسبانيا على طريقة يامال، لأن اللاعب هو خريج مدرسة برشلونة، كانوا يلعبون مع بعض هو وجمال يامال مع بعضهم في مدرسة برشلونة. ثم الأخير ذهب إلى بايرن ميونخ، والآن أتيحت له فرصة سيلعب أساسي مكان ديفيز الذي أصيب.
هو يلعب مدافع أيسر ويلعب جناح أيسر كذلك. لعب هذا اللاعب مثل مارسيلو، يعني فنان موهوب، لكن أنا متأكد هذا مجرد كلام. اللاعب لا زال يفضل المغرب، لا زال يحب المغرب، وسيلعب للمغرب كما قال كسميتو، كما قال هذا أخو معش، قال شكرا لإسبانيا على كل شيء، قدمت لدي كل شيء، الدراسة وكل شيء تعلمته في إسبانيا، شكرا إسبانيا على كل شيء، لكن أنا مغربي وأنتمي إلى المغرب وجذوري مغربية، لذلك أنا أتبع قلبي وعائلتي وسألعب للمنتخب المغربي. بعدما كان هو القائد للمنتخب الإسباني للأولمبي، هو كان قائد إسبانيا للمنتخب الأولمبي، لكن اليوم اختار المنتخب المغربي. آخر مباراة ودية لعبها مع المنتخب المغربي. ثم جمال بالماضي كيقول لهم مع ميسي أعطوني رزقي ولا نمشي للفيفا، ما كاينش الوطن ولا شي حاجة، رزقي داكشي اللي كنسال أعطيوه ليه. ورئيس الاتحاد قال له ما غنعطيوك والو، سير للفيفا. نعم، جمال بالماضي يطالب ب7 مليون يورو مستحقاته، المستحقات يطالبها كاملة مكمولة، ما كاينش الرضا ولا كاينش المسامحة وما كاين حتى شي حاجة، مستحقات كاملة مكمولة. ثم كل المدربين يرفضون تدريب المنتخب الجزائري، ابتداء من زيدان، ثم رونار الفرنسي، ثم كيروش البرتغالي، يرفض تدريب المنتخب الجزائري. ثم خرج تصريح، وهذا هو تصريح خطير، من مدرب جنوب إفريقيا البلجيكي، قال أكبر غلطة درتها في حياتي وأكبر ندمت عليه هو أنني دربت المنتخب الجزائري، لأنني كنت عاطل عن العمل ولم أجد أي فريق يتعاقد معي أو أي مدرب أو أي منتخب، فكان لدي عرض واحد من الجزائر فذهبت إلى الجزائر، لكن أكبر غلط درته في حياتي هو أنني دربت الجزائر. عرفتوا علاش كيكرهوكم؟ سولوا راسكم، سولوا شنو السبب علاش هاد الناس رفضونا. دابا حاليا 5 المدربين اللي رفضوا تدريب المنتخب الجزائري، وغادي يلقاو شي واحد عاطل عن العمل، ما عنده حتى شي فرقه وما عنده حتى شي منتخب كيدربها، غادي يمشي يسوق السميه ديالو في الجزائر باش يلقى العروض. والسلام عليكم.